أهلا وسهلا بكم أصدقائي مطبخنا مطبخ سجود. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل شوربة العدس. المكونات اللي أحتاجها 2 ملعقة كبيرة زيت، و1 ملعقة كبيرة زبد، و1 استكان شاي عدس هنا بس غاسلته، و1 بصل متوسط الحجم هنا ثارمته. البهارات 1 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ونص ملعقة صغيرة إبزار أو ما يسمى كركم. طريقة التحضير: هنا أنا أضيف الزيت 2 ملعقة زيت نباتي، وأضيف عليهم 1 ملعقة كبيرة زبد. هنا أنا أذوب الزبد، أضيف عليهم البصل اللي أنا مقطعته قطع صغيرة. بس يذبل ويتغير لونه حضيف عليه العدس اللي أنا بس غاسلته، وأستمر بالتقليب. بس يبدي العدس يتغير لونه مثل ما انتم شايفين هنا. حضيف عليه البهارات اللي أنا ذكرتها سابقا، وأستمر بالتحريك بشكل جيد. هنا أنا حضيف 4 أكواب ماء ساخن. تقدرون تضيفون 3 كوب ماء ساخن، و1 كوب مثل ماء دجاج أو ماء لحم اللي متوفر عندكم. أنا هنا ضفت 4 أكواب ماء ساخن. هنا بس يبدي العدس يغلي أغطيه وأتركه على نار متوسطة إلى أن يستوي. هنا استوى عندنا العدس مثل ما انتم شايفينه. هنا حطفي النار وأخلطه بجهاز البلندر اليدوي، وهذا الشكل النهائي شوربة العدس. وألف عافية. لا تنسون من اللايك والاشتراك وفعلوا خاصية الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد من قناتنا، ومع السلامة.